لو تأملنا معا في شاشات الأخبار اليومية أو حتى قرأنا عناوين الصحف في أي صباح، سنجد أنفسنا محاصرين بمشاهد الدمار والصراعات. صحيح، مشاهد تبدو وكأنها لا تنتهي أبداً وتتكرر في كل مكان. بالضبط، يعني هذه الصورة القاتمة قد تدفع أي شخص للاستنتاج بأن البشرية مبرمجة بطبيعتها على التدمير الذاتي، وكأن العنف هو الكود الأساسي في جيناتنا. بينما السلام والهدوء مجرد استثناء عابر أو فترة استراحة بين حربين. تماماً، لكن ماذا لو كان العكس هو الصحيح؟ يعني ماذا لو كانت الحروب هي العطل البرمجي أو الفيروس الدخيل، بينما الخير هو نظام التشغيل الأساسي للإنسان؟ هذا التشبيه يضعنا في صلب نقاشنا اليوم، وهو مدخل ممتاز لفهم طبيعتنا. نعم، لأننا اليوم بصدد غوص معرفي عميق ومختلف. رحلتنا ليست مجرد استعراض لمعلومات جافة، بل هي قصة ملهمة عن الجوهر الإنساني. ومصدرنا الأساسي في هذه الرحلة هو تحليل تفصيلي لكتاب يحمل عنوانا فلسفيا عميقا، وهو كتاب الحب وجود والوجود معرفة للكاتب ريبر هابون. جميل جدا. مهمتنا هي استكشاف كيف يسعى الإنسان نحو الخير وسط جنون هذه الحروب العبثية، وكيف يمكن للحب أن يكون طوق النجاة. وما يجعل هذا النص فريدا هو أنه لا ينكر الواقع المأساوي الذي نعيشه. الكاتب ريبر هابون لا يرتدي نظارة وردية ليتجاهل الحروب أو سلطات الاحتكار التي تمزق العالم. هو يواجه الواقع بقسوته، لكنه يطرح زاوية مختلفة. بالضبط، هو يضعنا أمام ظاهرة مذهلة تتكرر في كل صراع. ففي أشد اللحظات دموية وفي قلب المعارك نجد فجأة خصوما يساعدون بعضهم البعض، أو جنوداً يرفضون إطلاق النار على الأبرياء، أو حتى مدنيين يقتسمون رغيف الخبز الأخير وسط الحصار. فعلا. وهذه اللحظات ليست مجرد صدف عاطفية، بل هي ما يسميه النص خيرية الإنسان في ماهيته، بمعنى أن الجوهر الأصيل للإنسان يميل بطبيعته للخير والتعاطف. إذن عندما تقع الحرب، فهذا لا يعني أن الإنسان شرير بطبعه. لا أبدا، بل يعني أن هناك قوة قاهرة، عادة ما تكون سلطة تسعى للهيمنة، قد حجبت هذه الطبيعة الخيرة مؤقتا. طيب، هذه فكرة مثيرة للاهتمام وتأخذنا مباشرة إلى إحدى أكثر الصور تعقيداً في أي صراع. دعنا نحلل شخصية الجندي في ساحة المعركة كما يطرحها الكتاب. الجندي يمثل أقصى درجات هذا التناقض. بالضبط، من الخارج هو يرتدي زياً عسكرياً، يحمل سلاحاً، ويعتبر من الناحية المؤسسية مجرد مأمور ينفذ أوامر السلطة دون نقاش. مجرد ترس في آلة عسكرية ضخمة. لكن من الداخل هو إنسان يمتلك ضميراً. الكاتب يصف حالة الجندي بأنها حالة من التناقض اللاذع. التناقض اللاذع، نعم، مصطلح دقيق جدا يصف هذه الحالة النفسية الممزقة. كيف يمكننا أن نفهم الآلية النفسية لهذا التناقض؟ يعني كيف يوفق هذا الفرد بين زيه العسكري الذي يفرض عليه القتل وبين ندائه الروحي الذي يرفض هذا العبث؟ شوف، الآلية النفسية هنا معقدة وقاسية جدا. عندما يتم تجنيد الإنسان، تقوم المؤسسة العسكرية بعملية منهجية لتجريده من هويته الفردية. تحاول محو بوصلته الأخلاقية الشخصية. صحيح، وتستبدلها بما يمكن أن نسميها أخلاقيات الأوامر. لكن ما يراه ريبر هيبون هو أن هذا التجريد لا يمكن أن يكون كاملاً أبداً. لأن الجوهر الإنساني أقوى من أي تلقين أو تدريب. تماماً. لذلك يعيش الجندي صراعاً داخلياً ممزقاً، يرى الدمار أمامه ويدرك ربما في لحظة صمت وسط دوي المدافع أن هذه الحرب عبثية، وأنها تستنزف البشرية لصالح أطراف لا تتواجد أصلاً في ساحة المعركة. وهذا الوعي المفاجئ هو ما يسميه الكتاب يقظة الضمير. وفي تلك اللحظة يصبح التعاطف الإنساني مع الضحية أو حتى مع العدو الجريح هو الانتصار الحقيقي. إذن الانتصار للإنسان ليس بكسب المعركة العسكرية الميدانية. لا، الانتصار للإنسان يمثل ثقافة عالية المستوى. هو إرث حضاري صانه المفكرون عبر التاريخ من خلال التواصل الفكري وتدشين أواصر الحب، ليذكرونا بأننا بشر
قبل أن نكون مقاتلين. يا سلام! لو عدنا للتشبيه الذي بدأنا به، يمكننا القول إن طبيعتنا الخيرة هي النظام الأساسي الثابت، بينما الأوامر العسكرية والحروب هي فيروس خبيث تم تثبيته في عقولنا لخدمة أهداف أخرى. تشبيه في محله تماماً ويوضح الفكرة بسلاسة. وتساؤلاً جوهرياً: إذا كان النظام الأساسي للإنسان خيراً، وإذا كان الجندي نفسه يرفض العبثية في قرارة نفسه، فكيف تستمر هذه الحروب لعقود؟ هنا ننتقل من البعد الفردي إلى البعد الهيكلي. كيف ينجح هذا الفيروس في السيطرة على مجتمعات بأكملها؟ الكاتب لا يبقينا في دائرة علم النفس الفردي، بل يغوص بنا فوراً نحو علم الاجتماع والاقتصاد السياسي. لتفكيك هذا اللغز يوجهنا الكتاب فوراً نحو جذور الأزمة، وهي السلطة الاحتكارية والصراع الطبقي. وهنا يبدو أن القصة تتخذ منحنى أعمق. بالضبط. لفهم سبب استمرار الحروب رغم كراهية البشر لها، يجب أن ننظر إلى المستفيدين منها. الكاتب يحلل جذور الصراع الطبقي كما ورد في النص، ويشير إلى الفلسفة السياسية الماركسية. نعم، هو يذكر كارل ماركس وفريدريتش إنجلز كما ورد في النص لتفسير محرك التغيرات الاجتماعية. وطبعاً من المهم أن نوضح للمستمع أننا نطرح هذا التحليل كأداة فلسفية موجودة في المصدر لتفسير الواقع، دون تبني أي موقف سياسي معين. أكيد، نحن ننقل الفكرة لتشخيص المشكلة. إذن، من خلال هذا المنظور، نرى أن الحروب ليست كوارث طبيعية عشوائية، بل هي نتيجة مباشرة لتعزيز الهوة والشرخ الطبقي بين أرباب القوة والفئات المنكوبة التي تعاني شظف العيش. الحكومات الاستبدادية التي تحتكر الموارد تحتاج إلى هذا الصراع كغطاء لاستمرار هيمنتها، ولإشغال الجماهير عن المطالبة بحقوقها الأساسية. وهذا يفسر المأساة المضاعفة. يعني الكوارث التي تحل بالجماعات الفقيرة لا تقتصر على نقص الموارد، بل تتمثل في أن المتنفذين يطمعون في أرزاقهم بدلاً من مساعدتهم. صحيح، السلطة لا تكتفي بالجلوس في أبراجها، بل تنكب على سلب أرزاق الضعفاء. لكن ما يثير الاهتمام هنا حقاً هو كيف أن السلطة لا تكتفي بالنهب، بل تحول النهب إلى قانون مستدام من خلال تحايل مرعب. تقصدين تجنيد الضحايا أنفسهم؟ بالضبط، هي تحول بعض فئات المجتمع المقهورين أنفسهم إلى تابعين ينفذون مهاماً أكثر شناعة ضد أبناء طبقتهم. هذا هو التحايل المكشوف الذي يؤكد عليه الخبير في النص. السلطة تدرك أنها لا تستطيع السيطرة بالقوة المجردة طوال الوقت. لذلك تخلق بيئة من الخوف والندرة لربط البقاء بالولاء. والأخطر من ذلك هو استخدام الغطاء الروحاني أو الإيديولوجي لترسيخ هذه التبعية. يتم استخدام بعض رجال الدين أحياناً لجعل الطاعة العمياء للمسؤولين بمثابة طاعة للرب، وهذا يخلخل المعايير الأخلاقية تماماً. فتصبح التبعية والوشاية واستغلال الضعفاء أفعال مبررة تحت غطاء حماية النظام، مما يدمر النسيج المجتمعي من الداخل. هذا التوصيف القاسي يقودنا إلى واحدة من أكثر الأفكار إثارة للجدل في كتاب ريبر هون. بعد تحليل تلاعب السلطة، الكاتب يلتفت إلى المجتمع نفسه ويطرح فكرة قد تكون صادمة. فكرة أن الشعب هو المسؤول عن فساد مرؤوسيه. نعم، وأن صمت الجماهير يحولها إلى قطيع يذعن. بصراحة، أود أن أطرح تحدياً نقدياً هنا. أليس من القسوة إلقاء اللوم على مجتمع يعاني أصلاً من الفقر والاغتراب التام عن القانون الضامن لحقوقه؟ تساؤل مشروع جداً. يعني كيف يمكن للضحية المقهورة أن تتحمل أوزار الظلم الواقع عليها من جلاد مدجج بالسلاح؟ قد يبدو الأمر كجلد للذات للوهلة الأولى، لكن إذا فككنا غاية الكاتب من هذا النقد اللاذع، سنجد أن الهدف هو تحريض العقل على التمرد والقفز للأمام. إذن، هو لا يبرئ السلطة، بل يحاول إيقاظ المجتمع. تماماً. المجتمع يتحمل الوزر بالمعنى الوجودي لأنه عجز عن تفهم علله، فالكتابة المعرفية تسعى لإيقاظ هذا الوعي الغارق في أتون السياسة. لأن السلطة تستمد قوتها من هذا الصمت بالتحديد. صحيح. النص يستعرض تداعيات هذا الصمت بوضوح. عندما تتحول الجماهير إلى قطيع صامت، تتفشى المحسوبيات والرشوة والابتزاز.
وتتحول المدن إلى محميات تديرها عصابات. محميات تديرها عصابات متنفذة تمارس تجارة المخدرات وغسيل الأموال والدعارة وغيرها من الجرائم المروعة. هذا الانحدار يغير حتى فهمنا لمصطلح الصراع. الكاتب يستخدم تعريفات أكاديمية لتعميق فهم التنازع. نعم، هو يشير إلى دائرة المعارف الأمريكية التي تعرف الصراع بأنه عدم الارتياح الناتج عن عدم التوافق بين الرغبات. ويشير أيضاً لقاموس الكتاب العالمي الذي يعرفه كمعركة أو نضال طويل. الكاتب يدمج هذه التعريفات لبيان كيف أن الصراع السلطوي بات يعكس ذروة الاحتقان بين المتخام والجائع. الصراع ليس مجرد دبابات على الحدود، بل هو التوتر اليومي الخانق من أجل البقاء. ووسط هذه اللوحة القاتمة المليئة بالفساد والنزاعات العبثية والانهيار الأخلاقي، يشير النص إلى الضحية الأكبر في هذا النسيج. وهي المرأة كما يوضح الكتاب، فهي النسيج الرئيسي المتأثر بكل هذا الانهيار المجتمعي والمؤسسي. غياب القوانين الضامنة يجعل الفئات الأقل حماية تدفع الثمن الأكبر. طيب، أمام كل هذا الدمار، أين المفر؟ هنا يصل بنا الكاتب إلى الحل الوجودي. نعم، الكاتب يطرح الحب، وقد يبدو هذا للكثيرين كفكرة رومانسية حالمة لا علاقة لها بالواقع القاسي الذي كنا نناقشه. لكنه يطرحه ليس كفكرة رومانسية، بل كحل وجودي وحتمي. إذن الانزياح نحو الحب والوجدانيات هو بحث عن السكينة المفقودة وملاذ أخير لتفادي الإحساس بالمرارة وانعدام الأمل في عالم يتداول النزاعات بلا معنى. وهذا ما يجعل الطرح المعرفي للكتاب عملياً. الحب هنا أداة مقاومة. في سياق كتاب الحب وجود والوجود معرفة، الحب ليس مجرد شعور عابر. بل هو إحقاق للجمال الكامن داخل الإنسان الطبيعي لمنع انهيار سفينة الوجود. جميل. دعنا نستخرج النصائح العملية والتطبيقات التي يقدمها الكتاب لتطبيق قيم التعايش هذه. كيف نمارس هذا الحب؟ النص يقدم مسارات واضحة. أولاً، إيجاد بديل حقيقي عن التنازع الأيديولوجي والمذهبي والقومي. يعني رفض الخطابات التي تقسمنا إلى هويات مغلقة ومتناحرة. بالضبط، لأن هذه التقسيمات هي أدوات سلطات الاحتكار. ثانياً، وهو مسار حيوي جداً، عقد الأواصر الطبيعية بين الإنسان والضحية. تجسيد التعاطف وصناعة الخير بشكل يومي وملموس. أن نقف مع المظلوم. وأن نرفض استغلال ضعف الآخرين. هذا يخلق مجتمعات متماسكة. وثالثاً، تغليب فاعلية الطبيعة الخيرية على دوافع الهيمنة والرغبة التي تستنزف الشعوب. هذا تلخيص فلسفي رائع. يعني هذا الفهم للحب يمثل بوابة لتخليص المجتمعات من إفلاس المنظومات الربحية وإعادة إرساء السلام الطبيعي المستوطن أصلاً في نفوس الجماعات المنهكة. نحن بحاجة لهذا السلام اليوم أكثر من أي وقت مضى. إذن لو أردنا تلخيص جوهر هذا النقاش السريع، يمكننا القول إن رحلتنا اليوم عبر نص ريبر هابون كشفت لنا أن الحروب والنزاعات الطبقية هي أعراض لمرض السلطة والاحتكار. بينما يظل جوهر الإنسان ميالاً للخير والتواصل. وصمت المجتمع يغذي هذا الصراع، لكن الوعي المعرفي والحب هما الترياق والملاذ الحقيقي لاستعادة السكينة. وهذا يذكرنا جميعاً بأهمية أفعالنا اليومية. في عالم مشبع بالأخبار السلبية والصراعات التي تشعرنا بالعجز التام، إدراك أن صناعة الخير والتعاطف مع الضحية هي أفعال ذات قوة هائلة يمنحنا بوصلة حقيقية للتعامل مع واقعنا يومي. بعيداً عن الاستسلام لثقافة القطيع. بالضبط، هو فعل تحرر بحد ذاته. وقبل أن نختم هذا الغوص المعرفي، هناك تساؤل عميق يبني على ما ناقشناه. إذا كان الحب والتعاطف هما التعبير الأسمى عن المعرفة والوجود في مواجهة الحروب العبثية، فهل يمكن أن يأتي يوم نقيس فيه مدى تطور الأمم ليس بحجم ترسانتها العسكرية أو ثروات نخبها؟ بل بمعيار إنساني مختلف تماماً. نعم، بل بقدرة شعوبها المجردة وإرادتها الحرة على رفض المشاركة في أي صراع لا يخدم الإنسان المقهور. سؤال عميق ومحوري حقاً. هو سؤال يستحق أن نترك المستمع ليغوص فيه أعمق في أفكاره الخاصة. نتمنى
أن تكون هذه الرحلة المعرفية قد أضاءت زوايا جديدة في أذهانكم. الدبابة تصنع لهدم الجدران، يعني وظيفتها محسومة وهندستها مصممة لغاية واضحة لا لبس فيها. صحيح، آلة دمار خالصة. بالضبط. لكن بمجرد أن نضع إنساناً داخل هذه الآلة المعدنية تتعطل بوصلة اليقين تماماً. كيف يمكن للكائن الذي يملك القدرة على إحداث هذا الدمار الهائل أن يكون هو ذاته، يعني المنبع الوحيد للتعاطف والخلاص؟ هذا هو التناقض البشري العميق. وفي الغوص العميق الذي نقوم به اليوم، نحن لا نتحدث عن نظريات عسكرية، بل نستكشف تفكيكاً فلسفياً معقداً. نعم، نحن نعتمد اليوم على فصل استثنائي من كتاب الحب وجود والوجود معرفة للكاتب والمفكر ريبر هيبون. هدفنا هو فهم كيف، دعنا نقول، تهندس السلطات هذا الدمار وكيف يمكن مواجهته عملياً. في الحقيقة، هذا النص تحديداً يضع إصبعنا على الجرح بشكل مذهل. الكاتب لا يكتفي بوصف بشاعة الحروب، بل يغوص في تشريح الآليات الخفية التي تجعل الإنسان العادي ترساً مطيعاً في آلة تدميرية. مجرد ترس؟ يا إلهي، هذا وصف دقيق. صحيح، هو يحلل كيف تستثمر السلطات الفاسدة هذه التناقضات الفردية لتعميق الشرخ الطبقي وتحويل المجتمعات بالكامل إلى مجرد قطعان تابعة. وما يميز طرح ريبر هابون هنا هو أنه لا يتركنا في دائرة اليأس، بل يقدم الحل، أليس كذلك؟ بالضبط، يقدم الحب وممارسة التعاطف ليس كعواطف رومانسية هشة، بل كاستراتيجية نجاة وأداة عملية صارمة لمواجهة هذا العبث. حسناً، دعنا نفكك هذا قليلاً. إذا كانت الآلة مبرمجة للتدمير، فكيف تبرمج السلطة الإنسان ليقودها؟ يعني لنتحدث عن النطاق الفردي أولاً. اللحظة المعقدة التي يقف فيها الجندي، أو ما يسميها الكاتب بمأمور الجيش في ساحة المعركة. مفارقة مأمور الجيش، هذه من أقوى النقاط في النص. من جهة، هذا المأمور ينفذ أوامر القتل بلا تردد، ولكنه في ذات اللحظة، وبمجرد أن يرى طفلاً تحت الأنقاض مثلاً، نعم، بمجرد أن يرى ضحية تتألم، قد يستيقظ ضميره فجأة ليقدم المساعدة. هذا عجيب فعلاً. إنسان يقتل ثم ينقذ في نفس اليوم. الكاتب يرى أن هذا يثبت خيرية الإنسان في ماهيته. وهنا أستحضر التشبيه العبقري في النص حين يقول إن الوجود سفينة. تشبيه بليغ جدا. صحيح، يعني تدمير جزء بسيط منها يعني غرق من عليها جميعاً. لكن سؤالي هنا، إذا كان جوهر الإنسان خيراً بطبيعته وغريزة البقاء تملي عليه ألا يخرق السفينة، فما الذي يجعله ينخرط في هذا التدمير الذاتي؟ هذا هو جوهر الصراع الأخلاقي. المثير للاهتمام هنا هو أن الآلية الدقيقة تكمن في تجريد الفرد من فعاليته. تجريده من فعاليته؟ كيف يتم ذلك عملياً؟ يعني السلطة لا تقنع الجندي بأن القتل فعلا نبيل في حد ذاته، بل تقنعه بأن المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق مصدر الأمر وليس منفذه. إزاحة المسؤولية. 100%. الكاتب يحلل لحظة التقاء الخصوم والأبرياء لمساعدة بعضهم في ذروة الحرب، ليستنتج أن الانخراط في الدمار ليس نابعاً من طبيعة متوحشة، بل من الخضوع المنهجي لسلطة مولعة بالاحتكار. إرث الحضارة العاقلة بني على التواصل وتدشين أواصر الحب، وهذا يقف على النقيض من آلة السلطة. السلطة تستبدل الانتماء الإنساني بانتماء ضيق للأوامر. هذا يخلق حالة من الانفصام التام، يعني إنسان يقتل بصفته المهنية وينقذ بصفته الإنسانية. انفصام مرعب، نعم. وهذا يقودنا تلقائياً للتساؤل عن الهيكل الأكبر. إذا كان الفرد يسلب من فاعليته، فكيف ينعكس هذا على المجتمع؟ النص يوجه أصابع الاتهام للسلطة الاستبدادية، مشيراً إلى أن الكوارث تتجلى بأقصى صورها لدى الجماعات الفقيرة. صحيح، المجتمعات الفقيرة هي دائما من تدفع الثمن الأكبر. لكن هنا يصبح الأمر مثيراً جداً للاهتمام.
الكاتب يقول إن الألم الأكبر ليس في الكارثة نفسها، بل في عقلية المتنفذين الذين ينقضون على أرزاق الناس. ويطرح فكرة تبدو جدلية جدا، يقول إن الشعب هو المسؤول عن فساد مرؤوسيه بسبب صمته. أرى إلى أين تذهبين بهذا؟ أليس هذا قاسيا على الضحية؟ كيف يحول التابعون النهب إلى قانون مستدام؟ هل نتحدث هنا عن تطبيع الفساد الصغير؟ أن تدفع رشوة لمجرد الحصول على الخبز؟ في الحقيقة تحليل ممتاز. النص يتوافق تماماً مع استنتاجك. هابون لا يلوم الضحية من باب إعفاء الجلاد، بل يشرح كيف يتم ترويض المجتمع. السلطة تعمق الشرخ الطبقي بخلق بيئة لا يمكن النجاة فيها إلا عبر الانخراط في الفساد. نصبح جميعاً شركاء في الجريمة. بالضبط. هذا ما يصفه النص بتلقين الفئات حب التبعية والمحاباة. عندما تصبح المحسوبية هي السبيل الوحيد للحياة، يغترب المجتمع كلياً عن قوانينه الطبيعية. ولهذا نرى الكاتب يصف تحول المدن إلى ما يشبه المحميات المافيوية. محميات مافيوية، مصطلح ثقيل، تغرق في الجريمة وتغيب فيها الحقوق. والأخطر من ذلك كله هو استغلال السلطة للبعد الديني لترسيخ هذه التبعية. نعم، النص يشير بوضوح إلى استخدام رجال الدين لجعل الطاعة العمياء للمرؤوسين موازية لطاعة الرب. هذا يخلق تنافراً معرفياً عميقاً. هو استغلال ماكيافيلي بامتياز. التمرد هنا لم يعد مجرد مخالفة لقانون وضعي، بل تمت صياغته على أنه خطيئة دينية. إذن المجتمع يتحمل أوزار الظلم لأنه أصبح عاجزاً عن تشخيص مرضه. الآلة التي تسحقه أصبحت مقدسة. صحيح، وهذا يولد التبعية الخالصة. الكاتب يستدعي هنا إشارات من الفلسفة السياسية، تحديداً النظرة الماركسية، ليوضح كيف أن الحكومات تتحول لوسائل تعادي حياة الشعوب بدلاً من حمايتها. وبما أننا تطرقنا للفلسفة السياسية، أعتقد أنه يجب أن نتوقف عند مصطلح الصراع. الكاتب يعقد مقارنة لافتة بين تعريفات القواميس ورؤيته الخاصة. نعم، المقارنة بين المعنى الأكاديمي والواقع المعاش. هو يذكر الرؤية الماركسية لكارل ماركس وفريدريك إنجلز التي تعتبر الصراع محركاً للتاريخ، ثم دائرة المعارف الأمريكية التي تصفه بضغط نفسي، وقاموس الكتاب العالمي الذي يعرفه بمعركة ممتدة. لكن رؤية هابون مختلفة جذرياً. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن هابون يركز على احتكار القوة وغياب التوازن. لتقريب الصورة بالمستمعين، يبدو الأمر وكأن القواميس تصف أعراض المرض كجيشين يقاتلان، بينما الكاتب يغوص في تشريح الفيروس نفسه. هو يصف مواطناً جائعاً يقاتل لإبقاء مخبزه الصغير مفتوحاً في وجه دولة تبتزه. هذا التمييز دقيق. الصراع بشكله الحالي كما يراه الكاتب هو حالة من العبث المطلق، ولا يهدف إلى التطور أو التغيير التاريخي، بل إلى إدامة الهيمنة. مجرب معارك عبثية. نعم، يمتد من كفاح جماهيري إلى صراعات وهمية لكسب الألقاب داخل الأحزاب الشمولية نفسها، متخذاً أبعاداً سياسية وقبلية. إنها آلة تدور في فراغ لتطحن البشر وتولد لدى الإنسان رغبة ملحة للخروج من هذه الدائرة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ المشهد يبدو قاتماً جداً. سلطة تنهب، مجتمع يجبر على الفساد، ومفاهيم دينية تستغل. كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ المخرج يبدأ برفض هذا الواقع، وهنا يبرز دور العقل. النص يطرح فكرة مذهلة هنا. الألم المبرح ذاته هو نقطة الانطلاق. دعني أطرح تشبيهاً. في عالم اللياقة البدنية هناك ما يسمى التضخم العضلي. العضلة لا تنمو إلا عندما تتعرض للتمزقات الدقيقة نتيجة إجهاد شديد. تشبيه مثيراً للاهتمام. يبدو لي أن الكاتب يرى الوعي الجمعي بنفس الطريقة. الألم الشديد هو ذلك التمزق الذي يجبر العقل على النمو. هل هذا هو تمرد العقل؟ هذا بالضبط ما يقصده. التشبيه يوضح الفكرة ببراعة.
هوون يعتقد أن الوصول إلى قاع المأساة ورؤية الذل القائم هو مدخل لرؤية نقدية لا تتوقف. العقل البشري يستجيب للضغط الإذلال بالتمرد على المسلمات. وكيف يتم توجيه هذا التمرد؟ عبر المعرفة والكتابة. الكاتب يؤكد أن غاية الكتابة الحقة هي تحريض العقل على التمرد والقفز للأمام بدلاً من الخنوع للانحرافات السياسية. تحويل الألم الإنساني إلى طاقة بناءة. الكاتب يقول إن التعاطف مع المأساة هو نشاط حقيقي لممارسة الطمأنينة المفتقدة. يعني أن تشعر بألم غيرك في عالم يسعى لتجريدك من إنسانيتك هو عصيان ضد آلة الحرب. أوافقك الرأي تماماً. إحقاق الجمال الكامن في الإنسان الطبيعي هو الدافع الحقيقي لصناعة الخير. التمرد العقلي هنا لا يعني حمل السلاح، بل يعني رفض استنزاف الموارد والانتصار لقيم السلام الحقة. وهذا يمهد الطريق للحديث عن الركيزة الروحية والملاذ الأخير، الحب. ولنكن واضحين، الكاتب لا يتحدث عن الحب الرومانسي الساذج، بل الحب كاستراتيجية بقاء. نعم، هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيفية تطبيق هذا المفهوم في واقع تملأه النزاعات العبثية. الانزياح نحو الحب هو بمثابة البحث عن السكينة المفقودة. لقد لفت انتباهي أن النص يركز بشكل خاص على المرأة كنسيج رئيسي متأثر بانهدام المعايير الأخلاقية. صحيح، المرأة تتحمل العبء الأثقل. يعني نظراً لأن الحروب تمزق النسيج الاجتماعي، فالمرأة هي من تتحمل مهمة إعادة بناء وحدة الأسرة والحفاظ على التماسك النفسي للمجتمع، بينما يستهلك الرجال في آلة الحرب. قراءة موفقة للنص. الحروب تنسف البنية الأخلاقية، والمرأة هي مركز الثقل لإعادة إنتاج الحياة. تسليط الضوء على معاناتها هو دعوة لحماية المجتمع من إفلاس المنظومة الربحية التي لا تهتم سوى بالسلطة. وهو السعي لتفعيل الطبيعة الخيرية وتغليبها على دوافع الهيمنة. هذا هو التطبيق العملي للسلام الحق الذي يدعو إليه الكاتب لإنهاء الكوارث التي تتم بيد الإنسان. حسناً، لو أردنا جمع خيوط هذه الرحلة المعرفية المعمقة، بدأنا من استيقاظ ضمير الجندي، واجهنا بشاعة السلطة التي تخلق القطيع وتعمق الفقر، وفككنا معنا الصراع العبثي الذي يستنزف البشر 100%، ووصلنا إلى الحل المتمثل في تمرد العقل واستخدام الحب والتعاطف الإنساني كسلاح مضاد للدمار الإيديولوجي. وفي ضوء كل ما ناقشناه حول كتاب روبر هوبون، ربما أترك فكرة أخيرة للتأمل. تفضل. ما هي؟ إذا كان السلطويون يستثمرون كل طاقاتهم في تقسيمنا وإفقارنا للحفاظ على سيطرتهم وتحويلنا لقطيع، فهل يعني هذا أن مجرد احتفاظ المرء بقدرته على الحب وتعاطفه الصادق مع ألم الآخرين في عالم يطغى عليه الاستهلاك والحروب هو في الحقيقة أعظم فعل سياسي متمرد يمكن القيام به؟ لحظة، فكرة مذهلة فعلاً. أن يكون مجرد احتفاظك بإنسانيتك هو أقصى درجات العصيان المدني. نترك هذه الفكرة العميقة لتتردد في الأذهان وتطرح أسئلة جديدة. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص العميق، وإلى لقاء آخر في رحلة معرفية جديدة.